في ربع ساعة بس هتقدري تعملي احلى بطاطا، وهتعمليها بصوا بطريقة سهلة جدا، ومش هتاخد معانا وقت بقى ولا ساعة ولا 2 زي ما احنا بنقعد نسيبها كده في الفرن بقى ايه لغاية ما نزهق. لا، ربع ساعة ان شاء الله، وعدوا على الساعة على ايديكوا ربع ساعة وهتاكلوا احلى بطاطا ان شاء الله. بصوا عاملة ازاي بقى وتحفة بقى ومسكرة. عايزة تعملي بقى منها طواجن، عايزة تعملي صينية براحتك، بس عدوا الساعة كده ربع ساعة ان شاء الله وهتاكلوا احلى بطاطا على طريقتي ان شاء الله، مجربة وتحفة جدا وحلوة قوي قوي قوي، هتعجبكم ان شاء الله. بينا بقى نبدأ ونشوف هنعمل ايه. بسم الله. طبعا هنا معانا بقى 2 كيلو بطاطا او 3 حسب ما انتي حابة وحسب ما الكمية جايباها. طبعا غسلنا البطاطا ونضفناها وزي الفل بقى زي ما احنا شايفين كده. هجيب بقى هنا مية مغلية. انا مش هسلق البطاطا اللي هو السلق الكامل، لا خالص، يعني انا بس ايه اللي هو يعني هديها غلوة كده ربع ساعة، ربع ساعة بس كده في المية تاخد غلوة، اللي هو يا دوبك تطرى بس وتبقى معانا ايه اللي هو متاخدش حاجة في الفرن، وهتبقى طعمها زي المشوي بالظبط. هي مشوية، بطاطا مشوية. حطيت في المية هنا بقى معلقة سكر كده كبيرة حلوة عشان تدي برضو معانا تعلي التسكيرة بتاعتها اللي هو تبقى مسكرة. وخلاص هنا سلقتها ورحت صفيت المية بتاعتها. شايفين يعني انا مش مدياها السوا الكامل، انا بس يا دوبك طريتها بس كده في المية المغلية. والله يا جماعة طريقة تحفة قوي وحلوة جدا. حطيتها انا هنا بقى في الصينية زي ما احنا شايفين كده، وهدخلها على الفرن. طبعا احنا مسخنين الفرن قبلها وربع ساعة، وعدي على ايدك كده ربع ساعة مش اكتر. تمام. ادينا انا بقى هنا شلتها من الصينية علشان تاخد براحتها خالص. بصوا كأننا احنا شاوينها اصلا من اول وجديد كده. بصوا بقى شكلها النهائي حاجة كده تحفة عظمة. وبس كده، هي كده خلصت وصفتنا، سهلة وبسيطة وسريعة جدا، وان شاء الله هتعجبكم. وبصوا ما تفرقوهاش يعني على ان احنا بنقعد بقى نستناها ساعة و2 و3 على ما تستوي. هنا والله في ربع ساعة عدي بالظبط كده الدقيقة. وصفة سهلة وسريعة وهتعجبكم وتدفينا بقى في الشتاء اللي احنا فيها دي، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ان شاء الله يا رب. وطبعا لو عجبكم بقى الفيديو اعملوا لايك بقى واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلوك كل جديد. وبألف هنا وشفا طبعا، والله تحفة يعني. عايزة اقول لكم ريحتها كمان فظيعة جميلة جدا، يعني زي ما احنا شايفين حد يعني يفرقها عن المشوية من غير ما نكون مدينا حتى السليق ده خالص. لو عجبكم الفيديو اشوفكم في وصفة جديدة. السلام عليكم.